ذكر الشيخ عبد الرحمن الدميجي رحمه الله تعالى المتوفى عام 1428 قصة عجيبة للشيخ سعد بن حمد بن عتيق مع الملك عبد العزيز رحمه الله الجميع. كان الشيخ سعد بن حمد بن عتيق يحدث الناس تحت قصر الحكم في الرياض، ووافق ذلك اليوم وجود أحد القناصل النصارى عند الملك عبد العزيز، وعلم الشيخ بذلك فأخذ يفسر قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولأن الشيخ قد علم أنه يوجد أحد القناصل عند الملك عبد العزيز فأخذ يرفع صوته بحديثه ويتكلم عن الولاء والبراء، وكان القنصل يعرف العربية. وصل الصوت إلى مسامع الملك عبد العزيز كما وصل إلى مسامع ضيفه الإنجليزي، فأمر الملك عبد العزيز أحدا من خدمه أن يذهب للشيخ ويقول له: يقول الإمام بركة، أي انهي حديثك. فذهب الخادم وأخبر الشيخ بذلك، لكن الشيخ لم يمتثل وأخذ يواصل حديثه ويرفع صوته ويتكلم عن الولاء والبراء. فأرسل له الملك خادمه في المرة الثانية فلم يمتثل، فأرسل له في المرة الثالثة وقال: قل له بركة قم. فلما قالها له قال الشيخ سعد بن عتيق: سمعا وطاعة. فقام من مجلسه ثم قام من ثوره وأمر خادمه أن يشتري له مطايا إبلا للسفر من أجل أن يترك الرياض ويرجع إلى منطقته وادي الدواسر. مسقط رأسه، فبلغ الخبر كبير العلماء حينها الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. فذهب الشيخ عبد اللطيف للملك عبد العزيز وقال له: يا عبد العزيز، هل أغضبت الشيخ؟ فقال له الملك عبد العزيز رحمه الله: إن الشيخ هداه الله يتكلم في الولاء والبراء، وعندنا قنصل وعندنا سفير الإنجليز، لأن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى الآن دولة، ملك مملكة، فطبيعي أن يأتيه السفراء من كل بلاد من المسلمين وغير المسلمين. فقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ مغضبا: يا عبد العزيز، اعلم أن الشيخ سعد بن عتيق لو خرج من البوابة الجنوبية للرياض فسأخرج أنا من البوابة الشمالية، وسنترك الرياض لك ولفلان. وسمى أحد العلماء المقربين من الملك عبد العزيز. فقال له الملك عبد العزيز: لا يكون إلا خيرا، اذهب يا شيخ عبد اللطيف إلى الشيخ سعد واسترضه. فقال له عبد اللطيف: لا أذهب أنا، إنما تذهب أنت. وعساه أن يقبل بالرجوع. فذهب الملك عبد العزيز بنفسه إلى بيت الشيخ فطرق عليه الباب، فلما خرج قال له كلمته الشهيرة: يا عبد العزيز، إن حقك علينا عظيم، ولكن حق الله أعظم، وأنا أرى أشياء لا أطيق السكوت عليها. ثم رجع بعد ذلك لدروسه وإفتائه. فلا تدري مما تعجب من جرأة هذا العالم وصدعه بما يراه حقا، وأنا أرى أن ما فعله ليس بصواب، لأن الملك والسلطان والحاكم والخليفة والأمير يستقبل من شاء من زواره ومن وفود الدول المسلمة وغير المسلمة في أي وقت شاء، ولا يعني ذلك أنه قد باع الولاء والبراء. أم تعجب من الملك عبد العزيز وتواضعه وتعظيمه للعلماء وذهابه بنفسه، فرحم الله أولئك العلماء، ورحم الله الملك عبد العزيز الذي لم يمنعه ملكه وسلطانه من الذهاب للشيخ واسترضائه. كذا فليكن العلماء، وهكذا فليكن الملوك وولاة الأمر رحمهم الله جميعا. والقصة ذكرها مفصلة الدكتور إبراهيم الدميجي في كتابه صفحات مطوية من تاريخ الجزيرة العربية.